السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هشرح لكم ازاي تخلي شكل الديسكتوب عندك في الكمبيوتر شكله كويس وحلو بخلفية من اختيارك انت. طبعا زي ما انتم شايفين كده القط اللي عمال يتحرك ده، فان شاء الله ده شرحنا في فيديو النهارده عشان بس انتوا طلبتوا الخلفية ومش عارفين تنزلوها، فالخلفية دي هسيبها لكم في الوصف، وهشرح لك برضو ازاي تحمل اي خلفية انت عاوزها عموما وتركبها في البرنامج. طبعا البرنامج اللي انا هستخدمه في الشرح النهارده هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف، وكمان الخلفيه اللي شغاله قدامك ده هتلاقيها في الوصف، وبرضو رابط الموقع اللي فيه خلفيات هسيبه لك في الوصف. وقبل ما نبدا متنساش لايك واشترك في القناه، ويلا بينا نبدا الشرح. محدش يركز مع صوتي لان انا عندي بقى. اول حاجه محتاجين برنامج اسمه ويل بيبر انجن. بعد ما تفك الضغط عن البرنامج بيبقى بالشكل اللي قدامك ده. طبعا انا رجعت الديسكتوب عندي للشكل القديم عشان نبدا على نظافه بشكل جديد ونظبط اعداداتنا اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه الشريط اللي تحت، ازاي ان انا اخليه شفاف، ودي اضافه اسمها ترانسليسنت. معرفش انا قرأت الاسم صح ولا لا. تي بي الاضافه دي هتلاقيها في الستور بتاع مايكروسوفت لو انت عندك ويندوز 10 او ويندوز 11 وبشكل مجاني. طبعا النظام الويندوز اللي انا فيها الويندوز اللي انا شغال عليها اصلا ما فيهاش ستور، لان دي ويندوز مخصصه للالعاب فمتشال منها الحاجات اللي ملهاش لازمه. هبقى اعمل لكم فيديو ليها، فانا هسيب لك في الوصف رابط للاضافه من موقع مايكروسوفت الرئيسي، وطبعا بتحملها من الاختيار اللي قدامك ده. الوصول الى تطبيق ستور هتفتح لك الصفحه وتضغط تحميل هتحمل على طول. وهسيب لك برضو رابط خارجي عشان لو انت مش متاح عندك الستور، يعني انا عندي مش موجود اصلا. انا كتبت هنا ستور، الستور بتاع مايكروسوفت مش موجود عندي اصلا في النسخه بتاعت الويندوز اللي عندي. ما علينا، فبتفتح ثانيه واحده نقفل الاداه كده. انا قفلت الاداه، وده شكل الديسكتوب. شكل الشريط اللي تحت مش شفاف نهائي، طبيعي مفيش اي حاجه خالص. فهاجي على الاداه واشغلها. الاداه اهي، الاداه اشتغلت، الشريط بقى شفاف. طبعا ليها اعدادات تانية، يعني عندك في هنا اعدادات بقى اللي هو انت مثلا نورمال، في كذا حاجه. يعني انت كده اختار الشكل اللي انت عايزه، بلور وده برضه. بس اللي انا بستخدمه الصراحه اللي هو الكلير. يعني هي فيها كذا، في حاجات كتير جدا، فيها اعدادات كتير برضه انا متعمقتش فيها الصراحه. فده الشكل اللي انا بعمله، بختار الشكل اللي هو كلير. ده بالنسبه لاول اداه اللي هي فيها اللهم صل على النبي، اللي فيها الشريط اللي تحت. ازاي ان انا اخليه شفاف؟ نخش بقى بالخطوه اللي بعدها. البرنامج اللي احنا هنستخدمه في تغيير الخلفيه. البرنامج اللي هنستخدمه هتلاقيه برضه في الوصف، كل حاجه هتلاقيها موجوده في الوصف في لينك واحد. هنفك الضغط عنه عن طريق برنامج اسمه وين رار. اسم البرنامج اهو، ده BINRAR. لو مش موجود عندك تقدر تحمله من جوجل. هتضغط على استخرج هنا. طبعا البرنامج عندي بالعربي، ممكن لو انت حامل نسخه الانجليزي هتلاقيها اسمها اكستراكت هير. فهنفك الضغط عن البرنامج، بنستنى لحد ما يفك ضغط. طبعا انا فكيت الضغط قبل كده فالغي الفك. بعد كده بتخش لفولدر البرنامج. بعد ما تفك الضغط بتلاقيه بالشكل اللي قدامك ده. نفتح البرنامج من كلمه لانشر والايقونه اللي قدامك دي. يعني نفتح البرنامج. بعد ما فتح البرنامج طبعا انا ظاهر لي شاشه، والشاشه اللي جنبها، لان انا عندي شاشتين فظاهر لي شاشتين. حدد هنا انت عايز خلفيه لكل شاشه ولا خلفيه واحده في الشاشتين، فهمت قصدي؟ فانا هحدد خلفيه لكل شاشه، يعني كل شاشه يبقى فيها خلفيه لوحدها. يعني الخلفيه هتشتغل على الاثنين، مش الخلفيه صوره واحده بس تبقى شغاله على الاثنين في نفس الوقت. لا، الشاشه دي هيبقى فيها خلفيه ودي فيها خلفيه، بس الاثنين نفس الصوره، فهمت قصدي؟ هنعمل تغيير الخلفيه، نجيب سطح المكتب. طبعا انا اقدر اختار فيه خلفيات. دي الخلفيات دي موجوده في قلب البرنامج نفسه. اقدر اختار اللي انا عايزه اهو، كلها خلفيات متحركه. تمام، دي متحركة برضو، كلهم خلفيات متحركة كلها. دي برضو تمام. طبعا الخلفيات اصلا البرنامج ده مش ببلاش، تمام. البرنامج ده بتشتريه من على منصة ستيم. فهسيب لك برضو رابط البرنامج على ستيم لو انت حابب تشتريه يعني، بس ملوش لازمة ان انت تشتريه، الموضوع مش مستاهل يعني. فلو انت حابب تضيف فيديو من عندك ان هو يبقى شغال خلفية، بتختار افتح من ملف وتحدد الفيديو اللي انت عايزه. الفيديو بتاع القطه طبعا هتلاقيه في الوصف، لان مش صعب ان انت تدور عليه وتجيبه بسهوله. طبعا انت عشان تضيف فيديو في البرنامج لازم تحمله او بتضيفه كرابط. بصراحه انا ما جربتش ان انا اضيفه كرابط قبل كده، ما اعرفش الطريقه دي شغاله ولا لا. بس احسن حاجه انت عشان كل ما تفتح البرنامج يبقى جاهز عندك الفيديو، مش لسه تخش تجيبه من على اليوتيوب او من اي مكان وتحط الرابط بتاعه. فبتحمل الفيديو اللي انت عايزه، وبرضه هسيب لكم رابط في الوصف في قلبيه موقع في قلبيه فيديوهات. فانا مثلا
مثلا عندي فيديو القطة، بتضغط على كلمة افتح من ملف وتروح للفيديو اللي انت حملته. انا حملت فيديو القطة مثلا، الصيغة بتاعته اهي ام 4، اي فيديو هيشتغل. هعمل له اوبن، فتح زي ما انتم شايفين كده، والخلفية بقت عاملة ازاي. صراحة ده الفيديو ده انا بحبه جدا يعني. فالفيديو ده ان شاء الله هتلاقوه في الوصف، وتقدر انت تستخدم يعني تستخدم اي فيديو تاني، سواء بقى فيديو ليك بقى او فيديو اي حاجة براحتك انت يعني. كده انا خلصت شرح، لكن هشرح لكم برضو ازاي تحمل خلفية، لان البرنامج زي ما قلت لكم البرنامج بفلوس مش ببلاش على منصة ستيم. لو فتحت ستيم، هنيجي مثلا على ستيم اهو، خش على الستور، نكتب في البحث اسم البرنامج اهو اول واحد. فده البرنامج لو انت حابب تشتريه، وانا مش مسؤول طبعا يعني، براحتك انت عايز تشتريه براحتك، مش عايز تشتريه انا باخد مسؤوليتي، انت حر يعني. فالمهم ده البرنامج والخلفيات بفلوس. فانا مثلا عايز اعمل اي خلفية تانية، الرابط ده هتلاقيه في الوصف. انت بتروح جوجل تكتب اسم البرنامج وتكتب فري ويل بيبرز، يعني خلفيات مجانية يعني، ماشي. فالمهم ان انا هسيب لك الرابط ده برضو، هو في خلفيات مجانية فيه. عندك الخلفية المتحركة دي ذا ووتشر 4K اهو، هو بيبقى عبارة عن فيديو. بتخش على الخلفية اللي انت عاوزها، تنزل تحت هتلاقي هنا داونلودز، فين اهي كلمة داونلود بلون اخضر، تضغط على الاختيار ده هيحولك على الرابط بتاع تحميل. الموقع ده مش بتاعي على فكرة، بس انا بحمل منه فيديوهات الصراحة، عشان ابقى بديكم المعلومة كاملة. مش بقول لك على البرنامج، لكن مش قايل لك تحمل الفيديوهات ازاي، لان اصلا البرنامج هو بفلوس والخلفيات بفلوس. خلصنا من الخلفيات تنزلها ازاي. جرب برضو خلفية تانية. بص عندك خلفيات كتير جدا، عندك الكلب ده وكلها خلفيات متحركة، عندك 418 صفحة تقريبا. ثانية واحدة، شوف الخلفيه بتاعت القطه موجوده ولا لا. الصراحه انا مش عارف هي موجوده ولا لا. في كذا خلفيه، مش خلفيه واحده، في كذا خلفيه، في كذا واحده. الخلفيه بتاعت انا مش عارف موجوده في الموقع ده لا. الخلفيه بتاعت القطه، فهنيجي في البحث مثلا نكتب هي اسمها كول كات، ممكن تكون موجوده والله مش موجوده. فهسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف لوحدها، لانها مش موجوده في الموقع ده. وخلاص كده خلصنا شرح. كده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، محدش يتضايق من صوتي عشان عندي برد. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. متنساش لايك واشتراك في القناه. سلام.